الأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان، تعويذة أهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طلعة لذيذة من بحر رخير أسوان. لفيت لف ماشي وبضرب كف بكف لحد ما تهت وعقلي ده خف، أنا مين أنا فين؟ شكلها تلبيسة بجد، أما دي حتة تدبيسة، خدت الكوبري مع الترقيصة، دي جاتلي منين؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ وازاي دخلتوا اوضتي؟ يحيى، أخيراً عرفنا نوصلك. اللي عرفته كان لازم يفضل سر، كان لازم حتى تنسى إنك شفت أو سمعت أي حاجة، لكن أنت ما عملتش كده. انا ما عملتش حاجة، انا ما قلتش اي حاجة. لا قلت، ودلوقتي وقت الحساب يا يحيى. لا انا ما عملتش حاجة. أنت لازم تاخد عقابك. لا انا ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. نفس الحلم برضو؟ ما أنا قلتلك يا يحيى، اللعنة هتفضل وراك حتى في أحلامك. مش وقته اللي بتعمليه ده بقى يا كنوز. أنا فعلا في كل مرة ببقى حاسس إنه حقيقي، وبشوف القائد وهو واقف قدام السرير هنا، والجنود حواليا وقريبين مني لدرجة إني ببقى خايف إن ده ما يكونش حلم وياخدوك في مكان بعيد وما تعرفش ترجع تاني. يوه، مش هحكيلك حاجة تانية يا كنوز. انت مش محتاج تحكيلي، وخد بالك أنا اللي بصحيك وبنقذك منهم. ها؟ تخيل بقى كده لو أنا مش موجودة. حتى في الحلم لازم تحسسي نفسك إن دورك كبير ومهم. طيب قوليلي، هو أنا المرة دي قلت حاجة غير اللي كل مرة بقولها؟ لأ، زي كل مرة. أنا ما عملتش حاجة. أنا بتكلم جد يا كنوز. في كل مرة بدور على تفسير للحلم الغريب ده، وعمري ما فهمت المفروض أعمل إيه. ما أنا قلتلك، هو حاجة من الاتنين: يا حد من اللي انت ضايقتهم في العالم القديم عرف عنوانك وقرر ياخد حقه منك، يا رسالة من العالم ده انك لازم ترجع تاني. ارجع بقى يا يحيى وخدني معاك. يلا يا يحيى بقى، يلا يا يحيى. عنوان إيه اللي عرفوه؟ هو أنا كنت تايه في محافظة تانية؟ وبعدين أنا مش قلتلك مش هرجع تاني؟ عشان خاطري يا يحيى، عشان خاطري، وحشتني المغامرات قوي. مش راجع يعني مش راجع. ويلا عشان هنتأخر على المدرسة. صباح الخير. زي ما اتفقت معاكم اني هعمل لايف كل يوم قبل ما انزل المدرسة، لان لما برجع بيبقى عندي مذاكرة كتير، والنهاردة هرد على اسئلة تخص كتاب مغامرات يحيى وكنوز. واول سؤال هو هتعمل جزء تاني من الكتاب ولا لأ؟ مش عارف، الموضوع ما جاش في بالي، خصوصا انه محتاج ان ارجع محتاج وقت كبير. وبعدين المغامرات اللي في الكتاب دلوقتي كتير، ممكن لما تخلصوها ترجعوا تقروها وتتفرجوا على رسومات من تاني. ودلوقتي هنقرا تعليق رانيا. أنا معجبة بكل مغامرات يحيى وكنوز وبحب التاريخ قوي. قول لنا بقى، إيه أكتر مغامرة حبيتها وإنت بتكتبها يا يحيى؟ حبيت قوي عصر الملك رمسيس الثاني،
والملك زوسر وخوفو، بس كنت خايف جدا في عصر الملكة حتشبسوت. مش عشان تماسيح النهر ولا حاجة، أنا شجاع جدا وانتوا عارفين، بس عشان اللي حصل بينها وبين تحتمس الثالث. وآخر سؤال معانا النهاردة وبكرة هنكمل. السؤال هو: أنا بحبك ومعاك في المدرسة وقريت المغامرات، بس بتكسف أسلم عليك. تتكسف ليه ومن إيه؟ إحنا كلنا زملاء وأصحاب. هستناك يا مازن، هستناك النهاردة جنب ملعب الكورة عشان نتعرف على بعض في الحقيقة ونبقى أصحاب كمان. يا يحيى، يا كنوز، يلا يا ولاد عشان أتوبيس المدرسة. يا ماما أنا خلصت، الموبايل على السفرة. يا يحيى، بقيت تمسك الموبايل أكتر مني. طبعا ما انت بقى عندك فولورز وصفحة موثقة لكتابك. هو يعني كتاب أنا لوحدي؟ ما انتي مشتركة معايا ودي صفحتنا احنا الاتنين. انتي بس اللي مشغولة اليومين دول بمعرض الرسم اللي هتشتركي فيه بلوحتك الجديدة. لا، ونسيت كمان فريق المسرح. خلاص قررتوا هتقدموا مسرحية ايه؟ لسه. بس قولي، هتشترك معانا؟ ما انا قلتلك ما بعرفش امثل، هاجي اعمل ايه؟ يا يحيى، كل ما اقولك على حاجة تقولي لا. نرجع للمغامرات تقولي لا. فريق المسرح تقولي لا. مين فينا بقى اللي بيضايق التاني بقى دلوقتي؟ ها يا ولاد، بتتخانقوا ليه على الصبح؟ اصل كنوز يا ماما عاوزاني عاوزاه يشترك في فريق المسرح يا ماما. فريق المسرح، ها؟ ايوه وانا بقول لها اني مش عاوز. سيب اخوك على راحته يا كنوز. يلا كل واحد ياخد اللانش بوكس بتاعه. زودتلك جبنه رومي عشان بتحبها يا يحيى. شكرا يا ماما. وانتي يا كنوز اياكي ترجعي وانتي ما كملتيش اكلك، انا بقولك اهو. حاضر يا ماما، اوعوا تتأخروا النهاردة. يا سلام، هو احنا عندنا كام كنوز عشان نتأخر على تكريمها بعد حصولها على المركز الأول في الرسم؟ أنا كنت متخيلة إنك اتغيرت يا يحيى. اتغيرت في ايه؟ يعني كنت متخيلة إنك بقيت شجاع وبطلت الخوف اللي انت فيه ده. انا مش جبان ولا خواف يا كنوز، بطلي تقولي الكلام ده عشان بيضايقني. أنا مش قصدي ضايقك، بس نفسي أعرف إزاي واحد زيك معاه كلمة سر سحرية تخليه يرجع آلاف السنين لورا، وهو يقرر إنه يعيش حياته زي أي واحد، يصحى يروح المدرسة، يرجع يذاكر، يتفرج على التلفزيون وخلاص. أوف ملل. يا كنوز انت شايفة الموضوع هزار، مجرد لعبة مسلية أو مغامرة، لكن في الحقيقة احنا في كل مرة كان الخطر بيزيد حوالينا. أيوة، في كلمة سر ممكن ترجعنا بسرعة، لكن تقدري تقوليلي كلمة السر دي عملت ايه لما انتي اتخطفتي؟ ولا لما جنود الملكة حتشبسوت دخلوني في الصندوق عشان يرموني لتماسيح النهر؟ في كل مرة كنت بشوف الخوف في عيون بابا وماما، كنت بحس اني مقسوم اتنين. يحيى اللي نفسه يعيش جوه المغامرة ويعرف أسرار مصر القديمة، ويحيى اللي بيحب بابا وماما وأخته وخايف ما يشوفهمش تاني. ده غير اللي حصل مع عم حسني. تخيلي كده لو كان نجح فعلا وسرق كنوز الملك توت عنخ آمون، كنت هبقى سبب في كارثة غيرت التاريخ. تقريبا هكون مشترك معاه في اللي عمله، لأن أنا اللي معايا كلمة السر وأنا اللي وديته هناك. بس يا يحيى كل ده ايه؟ انت عايزاني افكر ارجع تاني؟ مستحيل، وده قرار نهائي. يا سلام لو المنهج السنة دي يبقى كله رسم وألعاب. كل العلوم حلوة، بس يا سلام بقى لو أكتر الحصص تبقى تاريخ. حبيب قلبي التاريخ. يا سلام، شوف مين اللي بيتكلم. مش التاريخ ده كان آخر اهتماماتك يا يحيى؟ هو أنا ما ينفعش أغير رأيي يعني لما أحس إني كنت غلطان؟ كنت بزهق منه وخلاص بقيت أحبه. يا جماعة انتوا ناسين حاجة مهمة كمان، احنا السنة دي هنقدم مسرحية جديدة. طبعا، وانا اللي هختارها. وش معنى انت يا كنوز؟ علشان انا هبقى المسؤولة عن فريق المسرح. وليه انت؟ ليه ما يكونش حد فينا؟ عشان احنا اشطر منكو، بنرسم ونغني ونمثل، لكن انتوا بتلعبوا كرة وبس. لا على فكرة احنا كمان بنعمل كل الحاجات دي ويمكن احسن. فاضل بس انتوا اللي تتعلموا الكورة. انت معنا ولا معاهم يا يحيى؟ انا لا معاهم ولا معاكم. انا شايف اننا نعمل مسابقة، واللي يكسبها يبقى هو رئيس فريق المسرح. موافقين. واحنا كمان موافقين. ماشي يا يحيى. طبعا عملت. تعالي الصوت. ايه ده؟ دي حصة التاريخ. امال فين الاستاذ عصام؟ معرفش.
مين ده انا معرفش استني. بس بقى هيسمع ده. ايه ده مين ده؟ فين استاذ عصام؟ ايه ده؟ مين الاستاذ ده؟ انا معرفش استني. الصوت، امنعوا الصوت. تشوفوا وش ده؟ شايفين وش ده ولا لا؟ تشوفوه من هنا وتمنعوا الكلام من هنا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين. ومالهم متنحين كده ليه؟ يا واد بسألك، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين. ايوه كده انطق. النهارده يا اولاد الحصه الاولى من منهج التاريخ السنه دي. حاكم بقى يعني المنهج السنه دي عاوزين نركز فيه ونحفظ المعلومات صم. التاريخ يعني حفظ، والحفظ يعني تاريخ. من اولها كده. اتفضل يا اخوي، ها عاوز ايه؟ المعلومات دي لو فهمناها كويس وحبينا تاريخنا اكيد هنحفظها، صح يا استاذ شريف؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ إيه؟ الاستاذ عصام. استاذ عصام. واني هنا بقى بقول لك تحفظ صم. خلاص؟ الاستاذ عصام بيدرس السنه دي الفصل تاني. عاوز تمشي طريقته هنا كمان ولا ايه؟ اللي اقوله اني هو اللي يمشي. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ فاهم. اتفضل. ودلوقتي يا اولاد هنبدا اول درس من دروسنا، والحصه الجايه هسمع لكم كل اللي هيتقال. امال ايه؟ ما هو انا لازم اسمع. الفهم استاذ عصام. انا زعلان قوي يا استاذ عصام. ليه بس يا يحيى؟ ازاي مش هنشوفك ونسمع منك حكايات التاريخ زي قبل كده؟ مين قالك انك لازم تفهم مني انا بس طول الوقت؟ انت لازم تعرف ان مش هفضل ادرس لك طول العمر يا يحيى. بالعكس، انت لازم تتعلم تنوع المصادر اللي بتاخد منها المعلومة بتاعتك. يعني مثلا بكرة لما تبقى في الجامعة ممكن تسافر منحة تفوق وتدرس في دولة تانية بتتكلم لغة مختلفة عن اللغة بتاعتنا. وقتها بقى هتقول فين الأستاذ اللي أنا كنت بفهم منه؟ ايوه يا استاذ عصام، بس برضو الاستاذ شريف طريقته مختلفة خالص، ده عاوزنا نحفظ كل كلمة. طيب يا يحيى، سيب لنا الموضوع ده، بس لازم تعرف ان هو برضو أستاذك زيي ولازم تحترمه. وبعدين بعد اللي حصل ده يا يحيى، ده انت تدينا دروس تاريخ، ها؟ ها يا كنوز، مستعدة؟ يا سلام يا حضرة الناظر، أنا فرحانة قوي إن المدرسة هتكرمني. تستحقي، انت رفعتي راسنا وطلعتي الأولى في مسابقة الرسم على المحافظة كلها. انت هتكوني رسامة كبيرة في المستقبل. شكرا يا حضرة الناظر، أنا مبسوطة قوي إني شاركت في معرض رسم بلوحة ليا وطلعت الأولى من أول مرة. انت طلعتي الأولى يا كنوز، دي حاجة جميلة وكلنا فخورين بيكي. لكن اللي أهم من المركز الأول هي المنافسة الشريفة، وإنك تحاولي دايما وتوصلي لهدفك بس بطريقة صح. وطبعا لازم تتعلمي وتطوري من نفسك دايما. أنا فعلا بعمل كده، وحضرت ورشة رسم الأجازة اللي فاتت، وكمان دلوقتي باخد كورس أونلاين عشان أطور من نفسي في الرسم. هايل، هايل جدا. ولازم بالوقت يبقى ليكي قدوة ومثل أعلى في مجالك. يعني مثلا الرسام محمود سعيد وعبد الهادي الجزار، وكمان شروق يحيى يا حضرة الناظر، دي رسامة مصرية شابة رسمت صورة للممثل العالمي ويل سميث وعجبته فنزلها عنده على الانستجرام. فعلا أنا معرفش الموضوع ده، بس طالما هي شاطرة وموهوبة خلاص، وماله لما تبقي زيها. أيوة، أنا عايزة أرسم صورة لكريم عبد العزيز وابعتها له. تفتكر يا حضرة الناظر هينزلها عنده ستوري ولا بوست؟ طيب يلا استعدي علشان زمان الناس قربت توصل. ايه ده؟ فين يا يحيى اخت؟ مش باينه ليه؟ ما تقلقيش يا ماما، هتطلع على المسرح دلوقتي. اتفضلوا. ازيك يا استاذ عصام؟ أهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ شرفتونا والله. يا بابا، يا ماما، ايه ده؟ اختك اهي. دي هي اهي. برافو يا كنوز. مبروك يا كنوز. شكرا. برافو يا كنوز، برافو
معاكي؟ أنا تقريبا أكبر إنجاز حققته هو درجات الامتحانات. كنت بذاكر عشان أجيب درجات عالية وبعتبر إن ده أكبر تكريم ليا. المرة دي التكريم كان مختلف تماما. أول مرة أحس إني استفدت من كل حاجة اتعلمتها ودرستها. كل كلمة حلوة اتقالت لي، حضن بابا ليا لما بيشوفني فرحانة. الله عليك يا كنوز. وطبعا سهر ماما معايا وأنا بذاكر أو برسم. حبيبة أمك. وكمان تشجيع أخويا يحيى وأستاذ عصام وزمايلي كلهم. انت كده شاطره يا كنوز. شكرا. انت قمر يا حبيبتي. أنا بحلم أكون رسامة كبيرة زي فنانين مصريين كتير بنحبهم وبنفتخر بيهم، والنهاردة كانت أول خطوة ليا. مبروك يا حبيبتي، مبروك. أنا بشكركم قوي على تشجيعكم. قمر والله. أنا بحبكم كلكم. واحنا كمان بنحبك يا كنوز، بنحبك كلنا يا كنوز. مبروك يا حبيبتي، مبروك. انتي بتبصي لي كده ليه؟ وانا عملت حاجة؟ مغامرة، رحلة على الأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان، تعويذة أهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طالعة لذيذة من بحر رخير أسوان. لفيت لف ماشي وبضرب كف بكف لحد ما تهت وعقلي ده خف أنا مين أنا فين. شكلها تلبيسة بجد أما دي حتة تدبيسة، خدت الكوبري مع الترقيصة دي جاتلي منين. تركيبة ودخلت في دنيا عجيبة، بس أنا وكنوز لعيبة بنفوت في الصخر سوا. أنا غاوي وفضول أعمل لي بلاوي، إنما قلبت لحكاوي كانت في طريقنا دوا.